جحيم الشرور. قصة من تأليف الكاتب مصطفى أحمد. الغدر ساعات بيجيلنا من أقرب ناس لينا، بيجيلنا من ناس كنا مأمنينهم لدرجة إننا شدينا السهم بتاعنا على الأعداء ونسينا إن الضربة ممكن تيجي من القريبين مننا. أنا اسمي هشام، عندي 21 سنة، وحيد ومليش إخوات، وشغال في شركة لصناعة العدادات بالعاشر من رمضان، وواخد سكن هناك علشان أكون قريب من الشغل، لأن شغلي بعيد عن بلدي اللي مشوارها بياخد من 2.5 ل3. فأنا قلت أخد سكن أفضل من الهم ده، وبنزل كل فترة أطمن على والدي ووالدتي. وكانت الدنيا ماشية تمام وكل حاجة كويسة، وتعرفت على الناس اللي اشتغلت معاهم وبنيت علاقات كويسة جدا، والدنيا كانت تمام لحد ما طلبوا مني في يوم إني أنزل وردية ليلية علشان في ضغط شغل. فده عادي، وأنا ما اعترضتش ووافقت. ومن بداية الأسبوع التاني كنت وردية ليلية، وعلشان ضغط الشغل أنا كنت بشتغل الليل كله وبحاول أطلع أكبر نسبة ممكنة من الإنتاجية. وتعرفت وقتها على عماد اللي أصبح صديقي الصدوق في الشركة، وكنا متفاهمين دايما لأنه من نفس سني وتقريبا نفس التفكير، وبيننا حاجات متشابهة كتير إلا الشغل، لأن عماد كان من النوع اللي مش في دماغه ضغط شغل ولا الكلام ده، وكان بيشتغل عادي، وبيبان وقتها فرق الشغل اللي مش قليل بيني وبينه. ومعرفش ليه بس أنا حسيته بيتضايق من الحتة دي، مع إن ده في إيده إن هو يزود الإنتاجية. المهم الوضع استمر على كده لمدة أسبوعين تقريبا، وبعدها خيروني إني أرجع أشتغل بالنهار أو أفضل بالليل، وأنا اخترت إني أفضل بالليل لفترة أطول. ولما قلت لعماد رد علي رد بارد وغريب وقال لي: وأنا أعمل إيه يعني، مع إنك لو كنت رجعت بالنهار كان هيبقى أحسن. أنت مش عايزني أفضل بالليل ولا إيه؟ وبعدين أيا كان هيبقى إيه أحسن دي يعني؟ لا، أقصد إنه كان هيبقى أحسن ليك أنت، ما تفهمش غلط، وبعدين مش عاوزك تفضل بالليل ليه؟ هو أنت قاعد على دماغي يعني؟ قال الكلمتين دول وسابني ومشي. استغربت من الموقف، لكن قلت عادي، شكله متضايق ولا حاجة، وما حطتش في دماغي. وعدى اليوم وجيت تاني، وعماد ما جاش، فبسأل عليه عرفت إنه واخد يومين أجازة علشان تعبان. فكان من الواجب إني أرن أطمن عليه. رنيت مرة واتنين مردش، قلت يبقى أكيد نايم، ولما يصحى هيشوف المكالمة فهيرن علي. وعدت الليلة والتانية والتالتة، ورجع عماد الشغل في الليلة الرابعة، لأن زي ما قلت إحنا شغالين بالليل. عماد لما رجع قابلته أطمن عليه، قال لي إنه كويس وإنه كان دور برد مش أكتر، ومعرفش يرن عليا علشان كان تعبان. ورجعنا العادي بتاعنا، لكن بدأت حكايتي من بعد ما رجع عماد من الأجازة. عارف إحساس إنها في حد جنبك، حد وراك أو قدامك، حد بيراقبك، حد حواليك لكن انت مش شايفه؟ الإحساس ده جالي مرة واحدة بدون مقدمات. أنا حرفيا بقيت قلقان من حاجة أنا مش شايفها، وماشي وأنا خايف من حاجة ماشية حواليا برضو أنا مش عارف إيه هي. والموضوع كان مرعب بسبب إني بشتغل بالليل، والموضوع بيحصل في وقت ما بكون في شغلي. بس أنا من التوتر والخوف اللي تملكني من الحالة دي بدأت أخاف أمشي لوحدي في المصنع، لأن الإحساس صعب جدا ومرعب جدا جدا. لكن الموضوع كان متوقف على الإحساس ده بس، لحد ما في يوم كنت مشغل أغاني وحاطط السماعات في ودني وعايش في مود الأغاني وشغال عادي زي كل يوم، لكن سمعت صوت حد بينادي عليا. بصيت حواليا يمين وشمال، مفيش حد،
لبست السماعات تاني وسمعت حد بينادي عليا. شلتها وانا ببص حواليا تاني، لكن برضه ما شفتش حد. قلت لنفسي ما هي حاجة من الاتنين، يا إما أنا اتجننت وبدأ يجيلي تهيؤات، يا إما المكان ده فيه حاجة غريبة. وفي وقت ما كنت بفكر سمعت صوت الأغاني اللي أنا مشغلها بيتردد في ودني، وفي حركة تلقائية مديت إيدي علشان أشيل السماعة. الصدمة إن أنا ملقتش السماعة في ودني أصلا، لأن أنا شايلها. أنا سامع أغاني جوه ودني مع إني شايل السماعات منها. اترعبت وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصوت بدأ يختفي تدريجيا، لكن دقات قلبي اللي كانت عالية من الخوف لسه زي ما هي، وزاد عليها إحساسي بحد واقف ورايا. كنت سامع صوت أنفاسه الساخنة، صوت أنفاسه اللي جمدتني في مكاني، ومش جسمي بس اللي اتجمد، لأ، تفكيري كمان اتجمد وما بقتش عارف أعمل إيه. هل أبص ورايا ولا أطلع أجري من المكان كله؟ فضلت على الحال ده حوالي دقيقة، وكانت من أصعب اللحظات اللي مرت عليا في حياتي. جمعت قوتي ومسكت نفسي وقررت إني أبص ورايا. وأول ما التفت ورايا شفت الرعب متجسد قدامي على هيئة كيان أسود، مش باين ملامح للجرعين الحمراء اللي شبه جمرتين من النار، واللي كنت ببص لهم وأنا قلبي هيقف من الرعب. كنت بحاول أنطق أو أذكر ربنا حتى ولو في سري، لكن معرفتش أنطق ولا حتى أتحرك من مكاني، وكأني اتشليت تماما عن الحركة. أما هو بقى فكان ما بيعملش حاجة غير إنه واقف بيبص عليا، وصادر منه صوت أنفاس عالية وساخنة جدا، وخارج منه هو أو من جسمه حرارة رهيبة لا تحتمل. والصمت ده مش كتير، لأنه اتكلم وقال: العذاب ثم الموت يا ابن آدم. كان الصوت والكلام ده داخل عقلي مش سامعه بودني. وبعد ما قالها وكررها كم مرة لقيت ايد بتتحط على كتفي وحد بيقول لي: ايه يا ابني مالك متخشب كده ليه؟ ها، مفيش حاجة. انت متأكد ان مفيش حاجة؟ ملامح وشك بتقول ان في حاجات مش حاجة واحدة. لا لا لا، مفيش حاجة يا عماد، انا بس سمعت صوت كلاب وانا بخاف منهم شوية. كلاب؟ انت بتخاف من الكلاب؟ اه اه هي الكلاب. يلا يلا بينا نروح الحمام. رحنا الحمام وكانت الساعة 2 بالليل، وبطبيعة الحال الجو كان هادي جدا في المصنع زي ما احنا متعودين، لأن مفيش ناس كتيرة بتشتغل معانا بالليل. لما وصلنا عند الحمامات عماد قال لي إن هيدخل الأوضة اللي فيها الدواليب بتاعتنا علشان يجيب حاجة. فأنا سبقت ودخلت الحمام، وبعد ما خلصت كنت واقف أغسل إيدي وسرحت في اللي حصل واللي بدأ يحصل لي من فترة. وفي وقت ما أنا سرحان لقيت عماد داخل عليا وبيقول لي: إيه يا ابني بتعمل إيه؟ بتعمل إيه كل ده في الحمام؟ ده أنا كنت مفكرك نمت وجيت علشان أصحيك. لا لا لا، إيه هي بس الحالة عندي كانت صعبة شوية، إكمني واكل أكلة تقيلة. الحالة صعبة؟ طيب يا بتاع الصعب، اسبقني بقى على الأوضة وأنا هدخل الحمام بسرعة وأحصلك. سبته وخرجت من الحمام ورحت على الأوضة، وأول ما وصلت اتصدمت وكنت حرفيا مرعوب من المنظر. أنت إزاي هنا؟ يعني إيه يا ابني إزاي هنا؟ أنا كنت لسه سايبك في الحمام، أنت جيت هنا إزاي؟ أنت شكلك شارب حاجة يا هشام وهتطلعها عليا. حاجة إيه؟ أنا ما بشربش حاجة وأنت عارف ده، بس المكان هنا غريب وأنا بحس فيه بحاجات أغرب. حاجات إيه يا هشام اللي بتحس بيها؟ ومكان إيه اللي غريب؟ أنت تلاقيك بس ما نمتش كويس، وهو ده اللي مأثر عليك. بالله عليك يا عماد، لو في حاجة في المكان ده قولي وما تخبيش عليا. وبعدين بقى سيبك بقى من الهبل ده وما تملاش دماغك بالحاجات الفاضية دي. سكت، لكن أنا ما سكتش علشان اقتنعت بكلامه. لا،
أنا سكت علشان سمعت صوت من ورايا بيقول لي: أنت بتكلم مين يا هشام؟ طبعا أنت أكيد اتوقعت إن اللي ورايا ده كان عماد، وهو فعلا كان عماد، اللي أول ما التفت علشان أشوفه لقيته فعلا هو. فالتفت تاني للشخص اللي كنت بكلمه، لقيته لسه موجود وما اختفاش. وفضلت على الحال ده مش عارف أنطق ولا أقول أي حاجة، ولا عارف أعمل حاجة غير إني أبص على الاتنين في ذهول تام ورعب وخوف شديد. وفي اللحظة دي أنا حسيت إني بفقد توازني وأغمى علي، ودخلت في حلم غريب أشبه بمشهد أنا بتفرج عليه من بعيد. والحلم كان عبارة عن إني واقف في أوضة ضلمة، مش شايف أي حاجة ولا سامع أي صوت. لكن ما عداش كتير وسمعت صوت خطوات حد جاي عليا، وفعلا بعد كام ثانية الباب اتفتح ودخل شخص ملامحه مش واضحة ولا أنا قادر أعرف ده مين. وبعد ما دخل الأوضة اتحرك ونزل على الأرض بركبته، وخرج ولاعة من جيبه وبدأ يولع في حاجات أشبه بالشموع، لكن لونها كان أسود وغريب، والريحة اللي خارجة منها مقرفة قوي بشكل لا يحتمل. ولما الشموع كلها نورت وهي كانت حوالي 5 شموع، ظهرت دايرة مرسومة على الأرض، وجوه الدايرة دي مرسوم نجمة خماسية، والشمع كان متوزع على أطراف النجمة دي، ولونها كان أحمر، لكن الإضاءة الضعيفة مخليه أقرب للون الأسود. وبعد ما خلص كل الشموع أمن على الأرض، وهي ملامحه لسه مش ظاهرة ولا هو واخد باله مني، وخرج كتاب من شنطته. الشنطة دي كانت معاه، وبدأ يقول حاجة ما فهمتهاش ولا كنت عارف معناها، لكن الكلام نفسه كان عربي، وكان بيقول: طبعا دي طلاسم مش هقدر أقولها، اعفوني. فضل يقول الطلاسم دي مرة واتنين وتلاتة، وفضل يكررها لحد ما نار الشموع دي زادت لدرجة مرعبة، وظهر صوت في المكان أشبه بصوت الوحوش. وفي ركن من أركان الأوضة ظهرت عيون حمراء أشبه بجمرتين من النار، وخرج من وسط الضلمة نفس الكيان اللي شفته قبل كده. وأول ما ظهر قال كلمة واحدة: حضرنا. وقتها الشخص اللي كان بيحضر الكيان ده اتهز في الصوت، اتهز من الصوت اللي سمعه، وكان باين عليه انه خايف، لكنه جمع قوته وخد نفسه وقال للشيء ده: أنا عايزك تأذي شخص. فرد عليه ناظور وقال له: القربان. خرج وقتها الشخص ده من الشنطة اللي كانت معاه 4 غربان وقطتين سود، وذبحهم وهو بيقول كلام غريب ما فهمتهوش، لكن اللي فهمت وقتها هي جملة: تقبل القربان يا سيد المكان. وبعد ما خلص قال ناظور: قابلنا القربان. واللي حصل إن الناظور بص لي، وفي لحظة كان واقف قدامي وماسك رقبتي وبيخنقني، وكنت بتعذب من قوة المسكة، وكل اللي قادر أعمله إني عمالة أقول له: ابعد عني، ابعد عني، أنا هموت. هشام، يا هشام يا ابني فوق بقى، أنت شارب إيه يا ابني؟ أنت حكايتك بس. ها؟ آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا فين؟ إيه يا ابني حكايتك؟ أنت في الأوضة اللي بنغير فيها هدومنا، أنت مالك في إيه؟ من شوية أدخل عليك ألاقيك بتكلم نفسك، ومرة واحدة يغمى عليك، ودلوقتي عمال تقول كلام غريب. هو أنت في حاجة مخبية عني يا هشام؟ لا لا لا، مفيش حاجة يا عماد، أنا بس شكلي تعبان علشان ما بنامش كويس. أنت بس سيبني أرتاح شوية وهبقى تمام. خد راحتك، ولو مش حابب تشتغل تاني النهاردة عادي، مفيش مشاكل، أهم حاجة يا عم تبقى كويس. شكرا بجد يا عماد على اللي بتعمله معايا، أنت فعلا صاحب جدع، ومفيش منك كتير اليومين دول. يا عم ما حصلش حاجة، احنا اخوات، أنا بس هسيبك ترتاح شوية وهرجع بقى أنا شغلي. تمام تمام.
خرج عماد من الأوضة وأنا فضلت قاعد لوحدي مش عارف لا أفسر ولا أجمع أي أحداث من اللي بتحصل. وهل أنا بخرف ولا المصنع ده فيه مشكلة ومسكون بالجن؟ طيب لو هو مسكون إزاي محدش بيشوف الحاجات دي غيري؟ وإيه تفسير الحلم اللي أنا شفته ده؟ أسئلة كتيرة في دماغي مش لاقي ليها أي إجابة، لكن أخدت القرار إني هاخد يومين أجازة لإني لازم أرتاح شوية. وعرفت المشرف بتاعي وقال لي تمام مفيش مشاكل، خد راحتك. ورحت اترميت على السرير وكنا بالنهار، لإني زي ما قلت أنا شغلي بالليل وبرجع البيت بالنهار. المهم رحت نمت نوم عميق بدون أحلام خالص، وصحيت على بعد العصر، والعادي بتاعي إني بحضر أكلة خفيفة باكلها وبنزل أتحرك شوية في المكان أو أدخل كافيه، يعني بعمل أي حاجة علشان ما أحسش بالخنقة. خلصت أكل ونزلت اتحركت شوية ورحت هنا وهناك واشتريت شوية طلبات للبيت، ورجعت تاني وكانت الساعة 9:30 بالليل. وأول ما وصلت الشقة بتاعتي وحطيت المفتاح حصل حاجة غريبة. المفتاح ما بيتحركش، كأني في نسخة تانية في الباب من جوه. عارف لما يبقى في مفتاح من ناحية والناحية التانية انت بتحاول تفتح منها لكن المفتاح ما بيتحركش؟ هو ده اللي بيحصل. طلعته ودخلته مرة واتنين وبرضه نفس الموضوع. كان طالع على السلم وقتها جاري اللي ساكن فوق الأستاذ خالد، وأول ما شاف إن في مشكلة حب يساعدني وخد مني المفتاح وحاول يفتح، لكن برضه المفتاح ما اتحركش معاه. فطلعه وقال بسم الله، وأول ما حط المفتاح وحاول يفتح الباب اتفتح. أنا واقف مذهول من الموقف ومش عارف إيه اللي حصل. المفتاح كان مستني حد يسمي الله علشان يفتح ولا ده إيه؟ بصلي الأستاذ خالد وقال لي بهزار الباب بتاعك ده شكله معفرت يا أستاذ هشام. شكله كده يا أستاذ خالد، أو يمكن المفتاح اللي بيتدلع. ممكن برضو. طيب هتحتاج مني حاجة تانية أقدر أساعدك بقى بيها؟ شكرا كتر خيرك يا أستاذ خالد، كلك ذوق والله. ما تتفضل تشرب معايا حاجة؟ معلش خليها مرة تانية، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلع الأستاذ خالد لفوق وأنا دخلت الشقة اللي كانت مظلمة تماما زي ما سبتها. وأول ما دخلت مديت إيدي علشان أشغل مفتاح النور، لكن أنا من الرعب رجعت لورا وكنت هقع على ظهري، لأن أنا إيدي لمست صوابع باردة مكان مفتاح الكهرباء. كان في صوابع باردة جدا. أنا رجعت من الخوف، والحاجة أو الأكياس اللي كانت في إيدي وقعت على الأرض، وسمعت صوت أنفاس عالية ودافية، وكانت الأنفاس دي بتخبط في وشي، وريحتها كانت مقرفة لدرجة إني لما شمتها فضلت أكح. وبهدوء شديد حسيت بإيد بتتحرك على دماغي من ورا وبتنزل على رقبتي، ومرة واحدة قامت ضغط عليها وبدأت تخنق فيا، ولا مش عارف أقاوم ولا قادر أحركها. ومرة واحدة النور اشتغل علشان أشوف نفس الشيطان اللي كان بيخنق فيا في المصنع بنفس الملامح بتاعته ونفس الجملة اللي خرجت منه في المرة الأولى: العذاب ثم الموت يا ابن آدم. وقتها كنت خلاص بفقد الوعي تماما بسبب إيده اللي بتخنقني، وقعت على الأرض وأنا فاقد الوعي. نفس المشهد بيتعاد من تاني. أنا جوه أوضة ضلمة وشايف شخص بيحضر الكيان أو الشيطان اللي بيطاردني، لكن الشخص ده ملامحه مش باينة، ونفس الجملة بيعيدها ليا ناظور وبيهجم عليا وبيخنق فيا. وبفوق وقتها مفزوع زي المرة اللي فاتت، لكن الغريبة إن أنا فقت لقيت نفسي في الحمام. أنا مش فاكر إني جيت الحمام ولا أعرف أنا دخلت هنا إزاي، لكن ما كانتش دي أكبر مشاكلي، لأن أنا حسيت بوجع في رقبتي مكان ما الناظور كان بيخنقني. فاتحركت بكل هدوء وسندت على حيطة الحمام وخرجت منه واتحركت بالراحة وأنا تعبان ومش قادرة أتحرك، لحد ما وصلت للأوضة اللي بنام فيها واترميت على السرير وحاولت أنام،
ويمكن ده العالم اللي هعرف أهرب فيه من كل حاجة بتحصل لي. لكن للأسف الراحة مش مكتوبة لي، لأن أنا أول ما حطيت دماغي على المخدة سمعت صوت خربشة جاي من تحت السرير. أنا كان نفسي أطنش الصوت ده لكن معرفتش، ونزلت على الأرض بالراحة ورفعت الملاية بتاعت السرير علشان أشوف إيه الكائن اللي تحت سريري. لكن الصدمة إني لقيت نفسي تحت السرير. بدون مبالغة أنا في نسخة مني تحت السرير. النسخة دي بصت لي وضحكت ضحكة مرعبة بصوت تحسه خارج من كام شخص مش شخص واحد. ومرة واحدة قامت مد ايديها ومسكاني من وشي وسحباني تحت السرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت عمالة أكح وأنا بستعيذ بالله وباخد نفسي بصعوبة. يمكن ده من أثر المسكة اللي الشيطان ده كان ماسكها لي، معرفش. لكن اللي أعرفه إني في مشكلة كبيرة ومرعبة. اتحركت من مكاني وبصيت حواليا، ومن الواضح إن النهار طلع. بصيت جنبي لقيت تليفوني واقع على الأرض وجنبه الأكياس اللي كنت جايبها معايا. رفعت تليفوني ورنيت على عماد وسألته أنت فين؟ قال أنا وصلت الشقة، وبالمناسبة عماد ساكن معايا في نفس الحي، لكن ما روحتش عنده قبل كده. المهم إني عرفته إني هنزل واروح له لإني محتاجة أتكلم معاه. فقال لي مستنيك، وقفلت معاه ونزلت ورحت له الشقة وخبطت عليه، وفتح بعد كام ثانية وقال لي إيه يا ابني أنت مالك عامل كده ليه؟ مفيش يا عماد، أنا بس تعبان شوية. تعبان شوية؟ شكلك بيقول إنك ما نمتش من أسبوع. أنا بخير، أنا بس جاي أتكلم معاك في موضوع. طب اتفضل 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 بقى، عبال ما أعمل لنا كده حاجة دافية نشربها أنا وأنت. سابني ودخل المطبخ، وأنا بدأت أتمشى في الشقة شوية، ولفت انتباهي باب شكله كان مألوف. معرفش ليه اتحركت لي بالراحة وفتحته ودخلت وأنا عيني واسعة ومصدومة من اللي أنا شفته. وبتلقائية حركت السجادة اللي كانت على الأرض في نص الأوضة، ولقيت اللي جه في بالك. لقيت النجمة الخماسية، النجمة اللي جوه الدايرة واللي لونها كان أحمر وكأنها مرسومة بدم. وكل اللي كان عليا إني بدأت أكلم في نفسي وأقول إزاي؟ معقول عماد ممكن يكون ورا كل اللي بيحصل لي ده؟ أيوة أنا اللي ورا كل اللي بيحصل لك. طب ليه يا عماد؟ أنا عملت لك إيه ولا أذيتك في إيه؟ لا، أنت ما أذيتنيش، لكن وجودك كان مضايقني وكنت حابب أخلص منك، وعشان كده أنا كريم هحكي لك اللي حصل من الأول. أنت عارف إني من قرية ريفية، وإني أخدت أجازة من حوالي 3 شهور عشان جدي توفى. لكن اللي ما تعرفوش بقى إني لقيت في مقتنيات جدي كتاب شكله شدني، وحسيت إن الكتاب بيناديني فجبته معايا هنا، لكن نسيت أخرجه من الشنطة. لكن في يوم وأنا راجع من الشغل لقيت الكتاب محطوط على السرير بيني وبينك. أنا خفت بصراحة من الموقف ده، لكن أنا فاكر جدا إني ما خرجتوش من الشنطة من يوم ما جبته. لكن فضولي كان أكبر من الخوف، وكنت عايز أعرف الكتاب ده فيه إيه. فمسكته وبدأت أقوي قلبي وألف فيه، لكن الكتاب ما كانش فيه ولا كلمة عربية واحدة، كله بلغة مش مفهومة. لكن حاجة جوايا كده بتقولي كمل قراية. واللي حصل إني بدأت أفهم الكلام مع إني لسه بلغته الغريبة. واللي فهمته إن الكتاب ده تحضير، وزي ما هو مكتوب في طرق استخدامه للمحبة وجلب الحبيب، كان مكتوب برضه في طريقة للأذية. فاخترت أكتر أنواع الأذية شر وخبث، وأول حد جه في بالي كان أنت يا هشام. أنت اللي من يوم ما نزلت وردية ليلية وهو المشرف مفيش على لسانه غير هشام هشام. راح هشام جه هشام، أكتر حد بيطلع إنتاجية فيكو، وكأن مفيش غير هشام في القسم. علشان كده أنت اللي هتتعذب يا هشام كل يوم وكل وقت وكل ساعة. ومش بس كده،
انت هتفضل تتعذب لحد ما تموت. للدرجة دي انت بتكرهني يا عماد؟ واكتر وحياتك يا هشام واكتر. انا دلوقتي محكوم عليا بالاعدام في قتل عماد اللي اتبلغ عنها من طرفي، واعترفت ليهم ان انا اللي قتلته بعد ما ضربته بسكينة ببطنه حوالي 20 طعنة. وانا دلوقتي مستني حكم الاعدام. طبعا انتوا عارفين عشان يتنفذ، علشان اخلص من الكابوس اللي انا عايش فيه، لان الناظور لسه بيظهر لي في كل وقت وفي اي مكان. ولما كنت بحكي لحد عن قصتي بيقولوا اني اتجنيت وقتلت صاحبي، وان عندي مرض نفسي، او بكدب علشان افلت من العقاب. لكن اللي عارفيني وعارفيني كويس عارفيني اني عاقل، واني كنت كويس لحد ما وقعت ضحية الحقد والغل اللي في البشر، وبقيت انا ضحية جحيم الشرور. قبل ما يتنفذ حكم الإعدام على هشام كتب قصته كاملة، وطلب مني إني أشوف حد ينسى قصته علشان الناس تعرف إنه كان مظلوم. والله أعلم هو كان مظلوم ولا لأ، واللي حكى عنه ده حصل فعلا ولا مجرد أوهام في دماغه. لكن أنا مجرد شخص اتحمل أمانة ولازم يوصلها. علشان كده دخلت كلمتك علشان تنشرها عندك، والناس تعرف قصته وتدايله بالرحمة. حاضر، هنشرها عندي، وهطلب من الناس تدعيله بالرحمة إن كان صادق أو كذاب أو بيتوهم. وبكده تكون انتهت قصة جحيم الشرور. استنوني في قصة جديدة.